المشاعر كمان ليها علاقه بخفه وتقل الجسم. شعور زي الاحباط يخلي جسمك ايه؟ شفت انا عملت العكس، خلي جسمك تقيل، فعلا بتبقى تقيل مش قادر. كان عندك مشوار الساعه 8 مش قادر يا عم، يلا ما احنا كنا رايحين، مش قادر. انا ما بمثلش، انا في حاجه قريتها على الواتس جابت لي احباط، فانا ايه؟ مش قادر. انت كنت متفق مع اخوك او زوجتك، ده انت كنت لسه متفق، في نص ساعه اتغير يا عم، بعد كده ما تقوليش حاجه وما توعدنيش بحاجه. انت فعلا مش قادر عشان انت في حاجه قريتها لسه الشخص الاخر ما يعرفش، بس طاقتك ايه؟ او حاجه ضايقتك، فانت نازل انت وزوجتك. يا عم لو انت متضايق، طب انت منزلنا ليه؟ طيب ما نقعد، منزلنا ليه؟ انت عايز تقولها مش انتوا السبب، انا في حاجه تانية في الشغل، قريت ميل لففني حوالين نفسي، بس انا وعدتكم ان انا انزل ونزلت. هتفهم حاجه؟ ان الايموشنز انت قبل ما تبقى واعي بيها هي ظاهره، بس انت عمال ايه؟ لا ما فيش يا عم، هو في باين على وشك انه في. ده كتير بيحصل وانت مش واخد بالك انه انا يا بنتي ما انا ما قلتلكيش حاجه، او انا ما قلتلكش حاجه، انت ليه زعلان؟ باين على الرياكشنز بتاعت وشك. تمام؟ طب امتى جسمك بيبقى خفيف بقى؟ مشاعر الايه؟ فرح، حماس، انت بيبقى عندك خفيه لدرجه ان انت بتنزل تعمل اكتر من مشوار واكتر من حاجه، وانت ما شاء الله لسه الانرجي جوه عندك.